يا باشمهندس دي اسمها ايه؟ دي يا معلم يا نجار اسمها زرجينه بلدي. عيوبها انها بتهلك لك العده، لانها بتاكل شوكه العرق. زي ما انت شايف كل ما تحرب عليها اكتر بتنحر في شوكه العرق، فكده بتهلك معاك في العده. عيوبها كمان انها بتكون متصله بالحديد الداخلي للعنصر، وده بعد كده بيؤدي الى تسريب رطوبه وصدى حديد لو انت ما عالجتهاش زي ما قلنا في فيديو قبل كده. انك تعالجها بتحتاج بعد كده بعد ما تفك تعالجها كويس، تقصها وتعالج مكانها بجراوت، وتخلي السطح املس خالص من بره عشان ما تبقاش عنصر يؤدي الى رطوبه وبعد كده يؤدي الى صدى الحديد. فما تفكرش يا نجار او يا باشمهندس ان الزرجينه البلدي بتوفر معاك. اول حاجه بتهلك لك العده بتاعتك زي ما انت شايف كده، واكله سوكه بحالها هي. بعد كده تجيب العرق جديد وتلاقي السوكه اتاكلت مسافه شده او اتنين بكتير وخالص، تلاقي طبعا عدتك بتهلك، وسعر العرق لو انت جايبه جديد هتلاقي تبص اتاكل مسافه شده او اتنين. فما تفكرش ان الزرجينه البلدي بتوفر، لا هي بتخسرك اكتر من بتوفر.